اسمعيني، صحتك تستاهل. ايه الفرق اللي موجود ما بين الفيتامينات والمعادن وايه تأثير نقصهم؟ طيب بتاخدي مكملات؟ لحظة، هل فعلا تعرف الفرق ما بين الفيتامينات والمعادن وليه ممكن نقصهم يدمر صحتك وانت مش واخد بالك؟ خليني اشرح لك ببساطة. الفرق الاساسي ان الفيتامينات مواد عضوية. يعني ايه؟ يعني الجسم ممكن يصنعها او يصنع بعضها وياخد جزء تاني من الاكل. اما المعادن هي مواد غير عضوية، جسمك اصلا ما بيعرفش يصنعها، فلازم تجيبيها من بره بالكامل. مثال سريع كده: فيتامين، يعني زي فيتامين سي، ده هنجيبه منين؟ الحديد والزنك ده معادن. ليه مهمين؟ من غير فيتامينات ومن غير معادن الجسم بينهار حرفيا. يعني نقص فيتامين بي 12 يعمل تنميل وتعب شديد، نقص الحديد يعمل انيميا ودوخه وضعف، هشاشه وتعب مزمن يعني نقص فيتامين دي، نقص المغنيسيوم يعني توتر قلق قله نوم. فخلي بالك، الزياده زي النقص بالظبط. الفيتامينات اللي قابله للذوبان في الدهون اللي بتتخزن في الجسم زي A D E K، زيادتها ممكن تسبب تسمم. اما زياده فيتامين تاني زي فيتامين اي لا قدر الله برضو ممكن يسبب صداع، غثيان، مشاكل كبد. طب ايه الحل؟ الحل لا مكملات عشوائيه ولا اكل بدون وعي. لازم احلل، اعرف الاحتياجات، ونخلي اكلك فيه تنوع وذكاء. وافتكر دايما ان الصحه مش حظ، الصحه قرار. وافتكر كده كم حاله بنسمع عن وفاتها من غير اسباب واضحه، فلازم نفهم ان حياتنا صح وببساطه نعيشها، ودورنا كاخصائيين توعيه الناس بشكل سهل ومسؤول. ولو حابب تعرف اكتر طبعا عن الفيتامينات ممكن تعرفني في كومنت، وانا ابعت جدول غذائي متكامل. وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان متابعة كل جديد عن التغذية العلاجية والصحة العامة.